تحياتي لكل مشاهدينا في كل مكان، مشاهدي ومحبي شاشة قناة أزهري الفضائية، وحلقة جديدة من برنامجكم أنا والدكتور. النهاردة حلقتنا مقدمة خصيصا لناس كتير جدا بعتت سألتنا في الموضوع ده. موضوع النهاردة مهم، بيتكلم عن النهجان وعلاقته بالضغط. طبعا يعني ربنا يعافينا جميعا، لكن مرض الضغط بصفة عامة منتشر، يمكن كمان منتشر بين الشباب الصغير دلوقتي، بنلاقيه في فئة كبيرة جدا. وعشان كده النهارده خصصنا حلقتنا كل اللي عنده سؤال بخصوص الموضوع ده يبعته لنا، وزي ما قلت احنا بنتكلم في الموضوع ده بناء على رغبة مشاهدينا في كل مكان اللي بعتوا لنا على صفحة برنامجنا على الفيسبوك أنا والدكتور. اسمحوا لي في البداية برحب بضيف حلقتنا النهارده دكتور رامي إسماعيل، زميل أبحاث القلب جامعة جالاكسو بريطانيا. برحب بيك يا دكتور. ازيك يا زمر؟ اخبار حضرتك انا ايه؟ كمان اتشرفت بوجودي. ربنا يبارك لك يا دكتور، ميرسي لحضرتك جدا. طبعا احنا ان شاء الله هنتكلم في الموضوع الهام ده، وهيبقى معانا كمان فيديو توضيحي. تمام. لكن اسمح لي دكتور، هنطلع فاصل ونرجع تاني، خليكم معانا. مشاهدينا في كل مكان، ورجعنا لكم فورا. هنبدا حلقتنا مع ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو دكتور رامي اسماعيل، زميل ابحاث القلب جامعه جالاكسو بريطانيا. مره ثانيه دكتور برحب بحضرتك. اهلا بيك يا سنوار، اتشرفت بحضرتك. اهلا وسهلا يا فندم. دكتور، يمكن حاجه كده ملاحظه بين الشباب والكبار والاطفال، النهجان. يعني ممكن نلاقي النهجان متعارف عليه طبعا ان يكون الشخص عمل مجهود فبالتالي بدا ينهج، لكن احنا دلوقتي بنلاقي ناس وشباب صغير بينهج من غير مجهود. أوكي. فكرة بقى دكتور النهجان، وامتى نقول ان ده حالة مرضية وان ده حالة طبيعية؟ اوكي. ابدا كما كان يبدا النبي، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. لو ركزتي في الحلقه دي يا استاذه مروه هتستفيدي استفاده كبيره جدا. انا متاكده جدا ان شاء الله. متاكده. اساسا لما العلماء اتجمعوا مع بعض كده وشافوا ايه اللي مريض القلب بيجي بيه العياده، يعني مريض القلب ده يجي ليه؟ بيجي عشان اول حاجه يحس بيها ايه؟ لقوا اساسا ان تقريبا معظم الناس اللي عندهم قلب او جايين عياده القلب او رايحين لدكتور قلب جايين عشان 3 حاجات رئيسيه. اما انه بينهج، يجي طالع السلم فينهج، ودي اللي هنتكلم عليها النهارده. ودي ناس كتير قوي، 3/4 مصر هتشوفي اي حد، يمكن والدك ووالدتك لما بيطلع السلم يمكن انت بتنهجي. بالظبط. وتاني حاجه ان يجي له وجع في صدره لما يطلع السلم، ودي اتكلمنا عنها في الحلقه اللي فاتت، ودي بتدل على ان شرايين القلب ضيقه، وقلنا خلي بالك مش كل واحد يطلع السلم ينهج يخاف او يحس بوجع يخاف، لا، اللي تخوف اكتر انه يحس بوجع يوقفه على السلم. لكن حته ينهج دي ليها اسباب كتير قوي هنقولها دلوقتي، وفي منها حاجات ما تخوفش. والحاجه الثالثه انه يكون بيحس بضربات قلب سريعه، ويمكن دي نخليها في حلقه ثانيه. لكن النهارده هنتكلم اكتر عن حته واحد بيطلع السلم بينهج. يعني ايه ينهج؟ يعني يحس بنفسه. طب ما هو انا بحس بنفسي؟ لا، قال لك الانسان الطبيعي ما يحسش بنفسه. يعني الحلقه بدات بقى لها 2 3 دقايق، انا ما اعرفش انا خدت كام شهيق ولا كام زفير، ما حدش يعرف. اذا استطاع الانسان انه حاسس بنفسه فده نهجان. والنهجان قسمناه بقى، يا ترى نهجان لما اطلع 10 ادوار، ولا لما اطلع دورين 3، ولا لما امشي خطوتين، ولا وانا قاعد في بيتي. وممكن انا وانا قاعد في السرير يحس بنهجان لو خربانه خالص بقى. قال لك النهجان ده ليه اسباب كتير جدا، بس قبل ما اتكلم عنه لازم اتكلم عن حاجه مهمه قوي لو احنا بقى عايزين نستفيد من الحلقه دي، الا وهي الدوره الدمويه بتاعت الجسم. ليه علاقه يا دكتور؟ لان دي لو فهمتيها هتفهمي بقى كل الكلام اللي جاي، وهتفهمي النهجان ده بيجي ازاي. ويمكن الحته دي كتير من المرضى مش فاهمينها قوي، وكتير من الناس بتنهج وبتتعالج بالنهجان غلط عشان مش فاهمين الحته دي. لو فهموها خلاص يبقى عديتي كده. ايه هي بقى؟ بيقول لك عشان نفهم الموضوع ده لازم نعرف الدم بيمشي ازاي في الجسم. بيمشي ازاي يعني؟ بيمشي في القلب يعني. بيبدا ازاي؟ برافو عليك. قال لك اول حاجه القلب موجود زي ما قلنا مره قبل كده في منتصف الصدر. ناس كتير قلنا ان فاكرين ان القلب في الشمال، وهو مش في الشمال، هو ورا الجرافطه كده في النص، ولكنه يميل الى اليسار قليلا، يعني هنا كده تقريبا. وبيدق باستمرار حوالي 70 مره في الدقيقه، يعني حوالي 100,000 مره في اليوم، يعني حوالي 35 مليون مره في السنه من غير ما يقف. وبيضخ في المره الواحده حوالي 70 سم دم، يعني شويه قد المج ده كده. يعني في المره الواحده 70 سم، يعني في الدقيقه يطلعوا 5 لتر، يعني 5 ازايز لتر كبار. يعني في اليوم 7000 لتر، يعني ماله الاستوديو ده؟ يا سلام، من غير ما يقف ولا يوم. يعني لو واحد عنده 30 سنه يبقى القلب بتاعه ملا جمهوريه مصر العربيه كلها مثلا. تخيلي بقى 7000 لتر دي كتير، يعني 7 خزانات ميه، كل خزان 1000 لتر في يوم واحد القلب بيضخهم من غير ما يتعب ولا يقف. دي حاجه عجيبه سبحان الله. ولكن القلب عشان يشتغل قال لك ربنا
خلقه من جوه مقسوم نصين. ايه ده يا دكتور القلب بتاعنا مقسوم نصين؟ وده هنشوفه في الفيديو اول ما الفيديو هو دكتور البطين الايمن والبطين الايسر، انا فاكره كده صح من ايام المدرسه، مذاكره من ايام العلوم بتاعت المدرسه. قال لك القلب مقسوم نصين، نص يمين ونص شمال، وكل نص عباره عن اوضتين، اوضه صغننه كده شبه الودنه فسموها الاذين، واوضه ثانيه اللي هي بقى اللي بتضخ الدم القلب شخصيا فسموها البطين. فبقى في اذين يمين واذين شمال وبطين يمين وبطين شمال. خلاص كده كويس، مش مهم تحفظي الكلام ده، بس المهم تعرفي اللي جاي ده. قال لك اهم واحد في الاربعه، اهم واحد في الاذين اليمين والاذين الشمال والبطين اليمين والبطين الشمال، اهم واحد في الاربعه البطين الشمال. ده هو ده القلب. ده العلماء بتقول لك ان القلب ما هو الا بطين شمال وراكب عليه بطين يمين واذين يمين واذين شمال. يعني ممكن واحد يتولد ببطين شمال بس ويعيش من غير الثلاثه الباقيين. لكن ده اهم واحد، ده الاساس. ده اكبر واحد فيهم. يعني اي كلام عن القلب هتسمعيه من اي دكتور قلب قاعد هنا يبقى قصده على البطين الشمال. يعني لو واحد قال لك انا عندي تضخم في القلب، يعني تضخم في البطين الشمال في القلب، ضعف في عضله القلب، يعني ضعف في البطين الشمال في القلب، مش عارف جلطه في القلب، يعني جلطه في الشريان اللي بيغذي البطين الشمال في القلب. يعني دكتور معنى كلام حضرتك ان اللي عنده مشاكل في اليمين في الحاجات الثانيه اقل اهميه. مهمه بس اقل اهميه. انا بقول لك ممكن اتولد من غير ناحيه يمين، من غير نص يمين خالص واعيش. فالنص الشمال هو الاساس. ايه يعني بقى البطين الشمال ده مهم عشان ايه؟ قال لك البطين الشمال ده هو القلب، هو اللي بيضخ الدم. طب والباقيين بيعملوا ايه يعني؟ اصبري شويه. البطين الشمال ده هو اللي بيضخ الدم الى كل انحاء الجسم. يقول لك البطين الشمال موجود هنا والحاجات الثانيه جنبيه. البطين اليمين والاذين اليمين والاذين الشمال، يضخ الدم في شريان كبير كده، خرطوم كبير اسمه الشريان الاورطي. والشريان ده اول ما يطلع يلف كده، وهو بيلف يدي فرعين للمخ وفرعين للدراع، وبعدين يكمل لف ينزل يدي فروع للرئه، وبعدين ينزل يدي فروع للكبد والكلى والبطن، وبعدين يتقسم واحد للرجل دي واحد للرجل دي، يوزع الدم على كل الجسم. تمام كده؟ دم احمر مليء بالاكسجين اللي هو الدم الاحمر في نفس الوقت بيعمل كل ده في نفس الوقت. يضخ الدم فيتوزع على كل الشرايين دي، ماسوره وبتدي مواسير فرعيه لكل الجسم. تمام كده؟ كويس. الخلايا بقى تاخد الاكسجين وتاخد الغذاء، يقوم راجع الدم تاني لونه ازرق في العروق الزرقاء دي، مليان ثاني اكسيد الكربون بعد ما الخلايا خدت منه الغذاء والاكسجين. فالعروق الزرقاء دي ترجع من ايدي ومن رجلي ومن مخي ومن كل حته، وتقوم راجع على الناحيه اليمين في القلب. يعني الناحيه اليمين في القلب بتستقبل دم ازرق مليان بثاني اكسيد الكربون، غير الناحيه الشمال فيها دم احمر مليان بالاكسجين. الشمال اللي بتطلع الدم الفريش النقي، والثانيه اللي بتاخد الدم الازرق، بتستقبل دم فيه سموم يعني يا دكتور. اللي فيه السموم وفيه ثاني اكسيد الكربون اللي محتاج يتنقى بقى وياخد اكسجين. ففعلا الناحيه اليمين دي تاخد الدم ده، الاذين اليمين ياخده يديني البطين اليمين، البطين اليمين ياخده يوديه للرئه، الرئه طبعا تفضيه من ثاني اكسيد الكربون وتدخل له اكسجين، لان طول الوقت الواحد شهيق وزفير. فيرجع الدم اللي كان ازرق ده يحمر تاني ويبقى مليان اكسجين، يقوم راجع من الرئه على الناحيه الشمال من القلب على الاذين الشمال، يديه للبطين الشمال اللي هو اهم واحد، يديه للجسم كله، يبدا يرجع تاني في نفس العمليه. طيب فكره بقى النهجان بيحصل ايه بقى؟ المشكله بتحصل فين؟ ممتاز، مركزه انت. هيبان الكلام ده في الفيديو، هيبان الكلام ده في الفيديو. طيب جميل. قال لك ايه المشكله؟ قال لك النهجان معناه ان الرئه ما فيهاش هواء كفايه. يعني في حاجه واخده مكان الهواء. ايه اللي واخد مكان الهواء؟ هو ايه اساسا اللي موجود في الرئه غير الهواء؟ موجود الدم اللي ماشي في الشرايين، اللي هو اساسا داخل عشان ياخد هواء ويطلع تاني. بس الدم ليه كميه والهواء ليه كميه، وان زاد كميه الدم ياخد مكان الهواء فانهج. بمعنى ايه؟ قال لك واحنا لسه كنا بنقول الكلام ده في اول الحلقه، انت قلتي لي سؤال جميل قوي، ايه علاقه الضغط العالي بالنهجان؟ ايوه. ده شوف الجمله اللي هقولها دي، 90%، شوفي 90% من الناس اللي بتنهج عندها ضغط، سبب النهجان هو الضغط العالي. فعلا؟ حفظت الجمله دي خلاص؟ طيب دكتور سؤال بقى، لانه يعني المعروف كده او نتعرف عليه ان الناس اللي ضغطها عالي اعراضه شبه الناس اللي ضغطها واطي. اوكي. هل لو حد جاله نهجان يبقى وارد يكون عنده نوع من الاثنين، يا اما الضغط منخفض قوي يا اما مرتفع قوي؟ اوكي ممتاز. فاكره لما قلت لك ان اهم نص في الشمال هو النص القلب، النص الشمال، واهم اوضه هي البطين الشمال عشان هو ده اللي بيضخ الدم. يعني عارفه لو واحد قلت لك عنده ضغط عالي، يعني ضغط عالي قصاد البطين الشمال. طب ولما الضغط يعلى يحصل ايه؟ البطين الشمال بيزق الدم في الاورطه عشان يوزعه بقى على الايد والرجل، فيلاقي الضغط عالي فما يقدرش يزق. يقوم يسيب شويه من الدم وراه فين؟ في الاذين الشمال اللي هو كان مديله الدم. طب والاذين الشمال ده جايب الدم الاحمر ده منين؟ جايبه من الرئه اللي هي كانت مليانه دم ازرق واكسدته وادته للناحيه الشمال. طب لو هو مش قادر ياخد الدم فيرجعه تاني للرئه، فالرئه تتملي دم اكتر فما يبقاش فيها مكان للهواء فالعين ينهج. يعني 90% من الناس اللي بتنهج، وخاصة فوق سن 40 سنة، عشان نشيل منهم الناس الصغننين والشباب اللي بينهجوا اللي غالبا سبب النهجان عندهم الأنيميا،
90% من الناس دول، يعني لو شفتي واحد سنه 40 50 سنه طالع السلم بينهج قولي له والله العظيم بنسبه 90% انت عندك ضغط عالي. طيب. ليه يا دكتور؟ ايه العلاقه؟ لان الضغط العالي مش قادر القلب يزق عشان قدامه ضغط، فبيرجع الدم في الرئه، فالرئه تتملي دم اكتر، فما يبقاش فيها مكان للهواء، فالعين ينهج. فهمتي كده؟ طيب دكتور، احنا معانا فيديو لو تحب نعرضه دلوقتي وتعلق عليه. طيب ده هيوضح كل الكلام اهو معانا على بيقول لك ادي رقم واحد القلب، وزي ما انت شايفه القلب اهو، وطالع منه الشرايين بتروح لكل الجسم، وزي ما شفنا القلب في النص، ودي عمليه قلب مفتوح، شايفين زي ما انت شايفه اللي هو بيدق تقريبا 70 دقه في الدقيقه، يعني 100,000 دقه في اليوم، يعني 35 40 مليون دقه في السنه بلا توقف، والصمامات دي تفتح وتقفل، مع ان الدنيا جوه ضلمه ومحدش عارف هو بيفتح امتى ويقفل امتى، بس ربنا مسخرها انها تشتغل كده ومحدش اساسا شايف حاجه. طب الحمد لله يا رب العالمين. احسن برضه. والصمامات دي مش بنسمع صوتها، لما واحد يكون عامل عمليه ومغير صمام تسمعي صوت تك تك، لان بيحط الصمام معدني زي تكه الساعه، لكن احنا ربنا خالق لنا الصمامات ما بنسمعش صوتها، فما حدش سامع صوت القلب. جايب لك انا بقى هنا فيديو موريكي شكل الصمامات دي في الحقيقه. ده اول صمام فيهم، اللي بتقفل دي بتفتح وتقفل. اللي بيفتح ويقفل، بس هجيب لك بقى صورته بحقه حقيقه اهو. بصي يفتح كده وبعدين يقفل تاني عشان الدم ما يعديش. وده صمام تاني اسمه الصمام الرئوي، اللي هو في الشريان اللي بيودي الدم للرئه، يفتح كده الدم يزقه فيعدي، يجي الدم يرجع تاني يقوم زقه فيقفل عليه. وده الصمام الثالث، مشهور قوي الصمام ده عشان اكتر صمام بيحصل فيه مشاكل، اسمه الصمام المترالي، وده الوحيد اللي ليه بوابتين، كل الصمامات اللي فاتت ليها 3 بوابات. واخر صمام بقى في الفيديو وده الصمام الاورطي بتاع الشريان الاورطي. انا كده كاني داخل جوه الشريان الاورطي اللي احنا بنتكلم عنه، والصمام بيفتح اهو، ورحت معدي بسرعه ودخلت جوه القلب جوه البطين الشمال، واديني شفت الصمام المترالي، وفي حبال ماسكه الصمام عشان ما يقلبش العكس. ودي بقى الشرايين اللي حوالين القلب اللي ماشي فيها الدم اللي بيغذي القلب، اللي اتكلمنا عنها الحلقه اللي فاتت، وتسمى الشرايين التاجيه. سبحان الله دكتور، ده احنا جوانا مصانع شغاله واحنا مش داريانين بحاجه. الحمد لله الحمد لله رب العالمين على نعم الكتير اللي تعد ولا تحصى. طيب دكتور، يعني هو انا مش عايزه اطلع بره الموضوع، لكن في سؤال كده تبادر الى ذهني. يعني معنى كلام حضرتك ان الناس اللي بتنهج اللي هي صغيره، نقول الاطفال، لو النهجان عندهم كتير بيبقى عندهم مشكله في الرئه؟ احنا هنجاوب ده، بس معلش هناخد فاصل ونرجع تاني. خليكم معانا. لسه مكملين حلقتنا مع دكتور رامي اسماعيل، زميل ابحاث القلب جامعه جالاكسو بريطانيا. مرة تانية دكتور برحب بحضرتك، وبشكر حضرتك طبعا على المعلومات الجميلة اللي عرفناها في خلال الجزء الأول كده من حلقتنا. قبل الفاصل مباشرة كنت بسأل حضرتك على الأطفال اللي بيحصل لهم نهجان وعلاقته بقى بإن الرئة نفسها تعبانة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لو حد دلوقتي سمعني في الحلقة عشان تبقى مفيدة بقى، تمام، وشاف الفيديو اللي اتفرجنا عليه في الأول، او يشوفه في القعده بالليل لما تيجي الساعه 12 بالليل بالظبط، حضرتك موعدنا في القعده. طبعا. فيلاقي ايه بقى؟ يلاقي ان لو طفل او واحد صغير او شاب او حد عجوز بيشتكي من نهجان، فالنهجان مش هيطلع بره 3 أو 4 اسباب. هو يعني ايه نهجان؟ يعني انه يحس بنفسه. فلو واحد بيحس بنهجان، ايه اللي تنصحه بيه يا دكتور؟ ما هو حاجه من اتنين، لا اما انصحه يعمل اشعه على كل حاجه من الحاجات اللي هقولها دي، القلب والرئه والشرايين ومش عارف ايه، لا اما انصحه انه يروح لدكتور يسمعه كويس، لانه لو عرف يسمعه كويس مش هيحتاج له ولا اشعه. وده الافضل، وده الافضل طبعا، واوفر وارخص طبعا. أيوة، وكل اساتذتنا كده. قال لك اول حاجه تعمل نهجان، ودي سهله قوي كل الناس بتفكر فيها، هي الرئه. حد عنده مشكله في الرئه، والرئه دي المفروض انها بتاخد الاكسجين، فالرئه بايظه، فيها تليف في الرئه، بيدخن، عنده ربو في الرئه، الشعب الهوائيه مقفوله، عنده صديد في الرئه، الرئه مش بتدخل هواء كويس، الرئه مش عارف الجدار بتاعها فيه التهابات، اي حاجه في الرئه، فالرئه مش بتدخل الاكسجين كويس، فبالتالي مفيش هواء، فمفيش هواء داخل للدم، فالدم مش واصل له اكسجين، فالعيان حاسس ان الاكسجين قليل فبينهج. و90% من الناس اللي بتنهج بتروح لدكتور صدر، وساعات كتير قوي ما يكونش هو المشكله هي دي. دي رقم واحد. رقم 2 ان يكون المشكله في القلب. ايه علاقه القلب بالنهجان؟ دي اهم حاجه. زمان كنت اقعد مع دكتور كده مدرب في ماتش كوره، فيقول لي انا قبل الماتش اعرف اقول لك مين اللعيب اللي هينهج ومين اللعيب اللي هيجري لحد اخر الماتش. اقول له يا سلام. يقول لي ده حاجه واحده بس اعرفها. قلت له ازاي؟ قال لي اعد ضربات قلبه قبل الماتش. قلت له طب وايه العلاقه؟ قال لي لو واحد قبل الماتش ضربات قلبه وهو قاعد كده 60 دقه في الدقيقه، يعني تك
تك مع الثواني هاديه يدق بالراحه اهو. يبقى لما يجري مثلا 100 متر هيسرع يبقى 70 دقه في الدقيقه، يجري كمان 100 متر يبقوا 80 دقه في الدقيقه، يجري كمان 100 متر يبقوا 90 دقه في الدقيقه. فينهج عند 90 دقه في الدقيقه لما قلبه يبقى سريع، او عند 100 دقه في الدقيقه لما يبقى سريع قوي. طب لو واحد بقى قاعد جنبه قاعد وهو لسه قاعد وهو 100 دقه في الدقيقه اساسا سريعه، يبقى اول ما يجري خطوتين هيفيص وينهج ويقع. اذا تتناسب ضربات القلب تناسب طردي مع النهجان. لذلك اي حد يقول لي يا دكتور الو انا ضغطي 130، اقول له ضربات قلبك كام دقه في الدقيقه؟ يقول لي ما اعرفش. لا، اياك تقيس ضغط من غير ما تقيس عدد ضربات القلب. ايوه بالظبط كده، مهمه جدا. دي رقم واحد. فيقول لك بل ان 90% من المصريين اللي بتنهج سبب النهجان هو موضوع ضربات القلب السريعه. مش كنا لسه قبل الفاصل بنقول ان الضغط العالي، هو الضغط العالي بيعملها ازاي؟ عن طريق انه بيسرع القلب. ازاي؟ لان المفروض القلب يعمل ايه؟ المفروض انه بيسحب الدم اللي في الرئه، استني عليا، يسحب الدم اللي في الرئه ويوزعه على الجسم، يسحب الدم اللي في الرئه ويوزعه على الجسم، يسحب 100 سم ويوزع 100 سم. طيب لو هو بياخد راحته وبيسحب ال 100 سم وبعدين يوزعهم يبقى كده الدنيا حلوه. طب لو هو سريع قوي 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 قوي، فين الوقت اللي لحق فيه يسحب عشان يضخ؟ ما لحقش يسحب. طب يبقى الدم راح فين؟ يبقى الدم تراكم في الرئه، فالرئه بقى فيها دم كتير فالعين بقى ينهج. يبقى يتناسب تناسب طردي النهجان مع ضربات القلب السريعه، وبمجرد ما تدي له ادويه تهدي ضربات القلب يقول لك انا اطلع 10 ادوار وما بنهجش. ممتاز جدا. الحاجه الثانيه كمان اللي تعمل نهجان ان مش بس القلب ما عندوش وقت يسحب الدم، لا سحب الدم وكله تمام، بس جه ضخ الدم لقى قدامه ضغط عالي فمش قادر يزق، فيرجع الدم تاني في الرئه فينهج. عشان كده يقول لك نسبه كبيره من الناس اللي عندهم ضغط بينهجوا. بل ان اول حاجه مريض الضغط بيروح بيها مش الصداع زي ما ناس كتير فاكره ان ضغطي عالي يبقى عندي صداع، لا، ضغطي عالي يبقى بنهج. 90% من الناس اللي بتنهج سبب النهجان هو الضغط العالي او ضربات القلب السريعه. وللاسف في ناس كتير من دول بيتشخص على انه عنده حساسيه ومشاكل في الصدر وياخد ادويه موسعه للشعب، والادويه دي تسرع القلب اكتر وتعلي الضغط اكتر، وهو اساسا مشاكل في القلب. مشاكل في القلب. مجرد ان الضغط العالي يتظبط وضربات القلب الهاديه تتظبط يطلع السلم 10 ادوار وما ينهكش من غير ما نعمل له بقى قسطره ونروح نبوظ الدنيا. المشاكل الحاجه الثالثه ان يكون عضله القلب نفسها ضعيفه، فبدل ما القلب بيسحب الدم ويضخه لا بيسحب الدم ويضخه شويه صغيرين منه لانه ضعيف، فبالتالي يركن الباقي في الرئه. فده بقى العيان اللي تلاقيه بينهج من اقل مجهود، ينهج لما يروح لحد الحمام، ينهج وهو قاعد، ينهج لو نام والميه دي طلعت على صدره يقوم قايم من النوم مخنوق، يقوم على كرشه نفس لما تكون الموضوع زياده قوي. اخر حاجه تخلي الواحد ينهج، احنا قلنا كده كام حاجه يا دكتور؟ قلنا كذا حاجه. قلنا الضغط العالي وده اشهر حاجه، قلنا ضربات القلب السريعه ودي اشهر حاجه بعديها على طول، قلنا ان يكون العضله ضعيفه ودي مش موجوده كتير قوي، قلنا ان يكون في مشكله في الرئه او ربو ودي سهله قوي تتشخص، وهقول لك ازاي نفرق بين الاثنين. واخر حاجه الانيميا. الانيميا ممكن اسهل حاجه تعمل بالظبط ودي منتشره جدا. لان دلوقتي انت الدم بيودي اكسجين، طب الدم ما فيهوش هيموجلوبين والهيموجلوبين ده هو اللي بيشيل الاكسجين، يبقى كأنه في ميه ما فيش دم، فبالتالي الدم بدل ما هو بيودي اكسجين بجنيه الهيموجلوبين قليل وكرات الدم الحمراء قليله فبيودي اكسجين بربع جنيه، فيضطر القلب يبعت الدم اكتر، فتلاقي دايما العيان اللي عنده انيميا ضربات قلبه سريعه وبينهج ومجهوده قليل. ويجي يعمل تحليل انيميا يقول لك التحليل كويس، لا 90% بيتشخص من قبل ما نعمل التحليل، مش شرط يكون التحليل كويس عشان تقول لي ان مفيش انيميا. طب معلش دكتور بس نقف هنا لحظه كده، يعني حضرتك بتقول لي ان ممكن الشخص يروح يعمل تحليل والتحليل نتيجه الهيموجلوبين تطلع كويسه مطمئنه الرقم كويس. طب حضرتك بتقول برضو ويطلع فيه مشكله. من ايه بقى؟ ما احنا كلنا بنعمل تحاليل وبتطلع كده ونسكت. اقول لك لما الهيموجلوبين بيقل في الجسم بيعمل حركه خبيثه قوي ما تبانش في التحليل، بيطلع نفس عدد كور الدم بس اصغر شويه. فتبان ان عدد كرات الدم الحمراء زي ما هو بس حجمها صغير، لذلك مش بنبص على الهيموجلوبين، بنبص على رقم تحتيه ناس كتير ما بتطنش ما بتبصش عليه، اسمه حجم كرات الدم وتركيز الهيموجلوبين في كل كوره منهم، نلاقيه قليل قوي. فده بقى يبين لك ان الكور اللي محطوطه دي صحيح نفس العدد بس صغننه، فبالتالي القلب مش بيودي بيها اكسجين، ده بيودي اكسجين بكميه النص او الربع، فبيضطر يبعتها كتير، فالعيان ضربات قلبه سريعه وينهج وتلاقيه مش مركز ونايم ومهبط، تعرف ان عنده انيميا. يعني نقدر نقول باختصار ان اكتر سبب للنهجان في السن الكبير هو الضغط العالي، واكتر سبب للنهجان في الشباب والسن الصغير هو الانيميا. طيب احنا هنكمل يا دكتور كلامنا، لكن معانا اول اتصال في حلقتنا النهارده. هند. اهلا يا هند. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. انا بس عندي استفسار صغير. اتفضلي. انا اساسا مدربه ايروبكس دانسينج وكنت بلعب العاب اساسا جري مسافات متوسطه وطويله. جميل. فالمفروض ان انا النفس عندي كان بيبقى كويس. كويس. بس انا حاليا بقالي حوالي من 7 سنين انا كنت واقعه على جنبي،
ففي ضلع منهم كان اتكسر. اوكي. انا عملت اشاعات وكمان من دوت بعديها بفتره ان انا النفس ابتدى كان زياده عن اللزوم. ممتاز ممتاز. فالمشكله دلوقتي ان انا على طول باخد نفس بالعافيه. اوكي. جيت عملت اشاعات وتحاليل، الاشعه تقول لي ما فيش حاجه في القلب وما فيش حاجه في الرئه. صح كده. طب انا هسال سؤال يا هند. اتفضل حضرتك. هو انت لما حصل كسر في الضلع لما وقعتي عملتي ايه ساعتها؟ رحت المستشفى، كان على طول كان في النيل البدراوي، رحت عملت اشاعه طب بصي هقول لك بقى على معلومه مهمه قوي وهتجاوب على سؤالك. شكرا يا هند. اسمعيني. بنشكرك يا هند. طب احنا بعد اذنك يا دكتور بس هناخد اتصال ونجاوب على هند. والمتصل دلوقتي استاذ حسين. السلام عليكم. ايوه استاذ حسين، اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ممكن اكلم دكتور؟ طبعا يا فندم، الدكتور مع حضرتك. دكتور، هو انا عندي حوالي 30 سنه. تمام. بس دلوقتي كل ما بطلع دور واحد النهجان عالي جدا 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 جدا، بحس الواحد اكيد مش طلع في الروح. اوكي. مش عارف ايه الاسباب، برغم ان انا برضه مش مليان قوي. تمام. انت مجهود، بحس ان اي مجهود بتعب جدا منه. انت ضربات القلب بتكون سريعه جدا. حلو. انت بقالك قد ايه تنهج كده يا حسين؟ هو حدود بقالي حوالي سنتين. وكل مدى اوحش؟ كل مدى اوحش ولا زي ما انت؟ صراحه كل مدى بيتمادى. انت وزنك زياده يا حسين؟ لا خالص. 70. اوكي. بتدخن ولا حاجه؟ بشراهه. بشراهه. طب ما انت قلت السبب اهو. انت عندك مشاكل طيب في الرئه؟ يعني بتكح ولا صدرك بيزيق ولا في حساسيه؟ عندك ضغط عالي او ضربات قلب سريعه؟ اكيد ضربات قلبك سريعه. بص، هو الضربات سريعه خلاص. متشكر يا حسين، متشكر. شكرا يا استاذ حسين. في سؤال تاني ولا جاوب عليه؟ لا نجاوب. حاضر. نجاوب على استاذ حسين الاول ولا على هند؟ لا هقول لك. طيب. واحد عنده عربيه جديده فبيقول لي يا دكتور انا اشتريت عربيه 2014 BMW وجاي ادورها لقيتها بتقطع، ولما بتمشي بتقطع. قلت له طب بصيت على البوجيهات؟ قال لي طب بصيت على مش عارف ايه، طب بصيت، وقعدنا ونفك وفكينا وصرفنا الافات وفي الاخر وطه كده. قال لي هقول لك على حاجه. قلت له ايه؟ قال لي اصل انا بحط لها بنزين 80. قلت له يا راجل طب ما هو ده السبب. فالراجل قاعد يقول لي بنهج ومش تخين ومفيش حاجه في القلب ومش عارف ايه. قلت له بتدخن؟ قال لي بشراهه. قلت له خلاص كده خلصت. يعني هو معترف على نفسه. يعني هي كده خلاص خلصت. طب يعني يا دكتور لو بطلت تدخين هرجع تاني يعني اجري 100 كيلو؟ لا طبعا، بالتدريج شويه بشويه، بس على الاقل يبقى حطينا بنزين 95 وبعدين نبقى نتكلم في الحاجات التانية. لعل وعسى يكون في اسباب تانية. تمام. اكتر حاجتين يبينوا لك اذا كان في اسباب تانية للنهجان لو عايز تطمن على نفسك هو انك تسمع قلبك بالسماعه، لان معظم المشاكل بتاعت القلب هتبان بالسماعه لو في مشكله في الصمامات. ولو انت مش عايز وعايز تعمل اشعه تطمئن بيها على القلب ففي اشعه اسمها الجوكر تبين كل حاجه في القلب. يعني لو كان في مشكله في القلب هي اللي عامله النهجان هتبان في الاشعه دي. تبين لك عضله القلب وتبين لك صمامات القلب وتبين لك قوه العضله وتبين لك كل حاجه. اسمها ايه بقى ورخيصه قوي ب 100 جنيه ولا حاجه، اسمها موجات صوتيه على القلب، زي السونار كده، زي السونار اللي بتعمله الست الحامل على البطن بس على القلب، موجات صوتيه على القلب. حلو كده. فدي لو طلعت كويسه وعضله القلب طلعت كويسه وما فيهاش مشكله خلاص. 90% من الناس اللي عدوا سن 40 و50 سنه يلاقوا حاجه موجوده في الايكو او في موجات صوتيه على القلب يسموها الايكو، وتسمى، ودي قليل قوي ما بتتشخص في مصر للاسف، ويمكن دي مسؤوله عن معظم الناس اللي بتنهج في مصر. تسمى ايه بقى؟ لو حد عامل ايكو كده وجاي يبص عليه او اشعه موجات صوتيه على القلب يلاقي حاجه اسمها ضعف في انبساط القلب. يعني ايه ضعف في انبساط القلب؟ يعني القلب بينقبض كويس بس مش بينبسط كويس. طب وفيها ايه يعني؟ ما ان شاء الله منبسط، مش المهم ان هو بيدق كويس. لا، ما هو لما بيدق بيضخ الدم، لكن لما بينبسط بيشفط الدم اللي في الرئه. فلما يكون مش بينبسط كويس مش هيشفط الدم اللي في الرئه كويس، فالدم هيفضل قاعد في الرئه ويتراكم في الرئه فما يبقاش في مكان للهواء فالعين ينهج. وكتير قوي ما تتعرفش ويقول لك ده بينهج عشان عنده حساسيه ويدوا له بخاخات. وعندي عيانين بيتعالجوا بقى لهم 15 و20 سنه على انه حساسيه والنهجان اللي عنده مش من الصدر، النهجان اللي عنده عشان الموضوع ده او عشان ضربات القلب. ومجرد انك تظبط ضربات قلب وتظبط ضغط وتظبط الانبساط ده تلاقي الدنيا ظبطت بالادويه من غير دعامات ولا عمليات ولا قسطره. اهم حاجه عندنا التشخيص طبعا يا دكتور. بالظبط كده. يكون سليم. حلو قوي. نجاوب بقى على هند. تمام. قال لك ايه بقى؟ قال لك هند بتقول انها وقعت فاتكسر ضلع. قال لك ان اي عظمه في الجسم لو اتكسرت بنجبسها، صح ولا لا؟ تمام. لو ايدي اتكسرت بجبسها. تمام. ولو رجلي اتكسرت بجبسها. قال لك ما عدا عظمه واحده، ايه هي؟ قال لك الضلوع. يعني لو واحد الضلوع اتكسرت ما يجبسهاش؟ لا. طب ليه ما يجبسهاش؟ قال لك اصل الضلوع دي مش معموله عشان تشيل حمل، يعني الرجل بقف عليها، الايد بحمل عليها، فلازم اجبسها عشان ترجع تلحم تاني. لكن الضلوع دي مش بحمل عليها، دي الضلوع دي معموله عشان تحمي الرئتين وتحمي القلب. يعني لو واحد عنده كسر في الضلع انا مش بخاف على الضلع، انا بخاف على الرئه، على جوه، بعمل له اشعه على الرئه. يعني لو لقيت الرئه
سليمه والضلوع متفرتكه ولا باجي جنبه عادي. لكن لو لقيت كسر في الضلع بسيط وفي نزيف وقطع جوه في الرئه، اهو ده اللي بدخل واعمل له عمليه واركب له انبوبه عشان يشيل النزيف. فالكلام كله على مين؟ على الحاجه اللي معمول الضلوع علشانها، اللي هي الرئه نفسها. فقال لك زمان كانوا يعملوا ايه؟ كانوا يجبسوا الضلوع، يجيبوا حاجه كده ويحزموا الراجل عشان خاطر الضلوع تتجبس، وبعد شويه يلاقوا الضلع لم ما شاء الله وبقى تمام، بس كمنك انت محزمه بقى له شهر، يجي بعد كده ياخد نفس تلاقي الرئه ما بتفردش لانها خلاص تيبست. فقال لك طز اللي عنده كسر في الضلع ولا تجبسه ولا تلفه، خليه انت بس اديله مسكن عشان يعرف ياخد نفسه، وشجعه انه ياخد نفسه عشان الرئه ما تتيبسش، تديله بس مسكنات. لكن لو جبسته او قلت له لا اوعى تحركها ومش عارف ايه، بعد شويه هتقفش وتتيبس، يجي بعد كده ياخد نفسه ولا يجري يلاقي نفسه ما بينهج زي ما بيحصل معانا. طب تعمل ايه؟ علاج طبيعي بقى، تعمل تمارين تنفس، في جهاز كده بيتباع في الصيدليه اسمه جهاز تمارين التنفس، تطمن ان الرئه ما فيهاش مشكله، تطمن ان عضله القلب كويسه بالموجات الصوتيه على القلب، نعمل لها اشعه نبص على الرئه، نعد ضربات قلبها، ضربات قلبها لو ظبطت بقت 60 دقه في الدقيقه، والضغط لو ظبط بقى 130 80. لو عملنا كده في مصر ظبطنا ضغط الناس على 130 او 120 وظبطنا ضربات القلب على 60 دقه في الدقيقه او 70 دقه في الدقيقه بادويه الضغط وادويه ضربات القلب مش بالسحر يعني. فبالتالي 3/4 المصريين مش هتنهج، 3/4 حيث ان هذا هو السبب الاساسي للنهجان، هو الضغط العالي وضربات القلب السريعه في الكبار والانيميا في الصغيرين. طيب بمناسبه ضربات القلب السريعه، راي حضرتك ايه في الناس اللي هي لما اول ما بتحس ان في ضربات قلب سريعه كده بتلجأ لادويه، وادويه معروفه في السوق وسهل جدا الحصول عليها، اندرال ومش عارف ايه اندرال والحاجات دي، وعلى طول ياخد اضعافهم على فكره، مش بحب اكتبه. هو اضعافهم، لا انا قصدي الناس اللي هي ما عندهاش مشاكل، اللي هي ما توجهتش للطبيب متخصص وكتب لها على الدواء ده، بتاخدها لوحده، بتاخد الادويه دي لوحدها. امتى اعرف صحيح ان ضربات القلب السريعه او النهجان اللي عندي دي حاجه مرض، وامتى اعرف انها حاجه طبيعيه؟ اوكي، انا مثلا رامي اهو بنهج اما اطلع السلم. ليه يا رامي بتنهج بس؟ اصل بقالي مثلا ايام الثانويه العامه ما لعبتش ماتش كوره. طب ما انت لازم تنهج. وواحد وزنه تخين ما هو لازم ينهج، واحد بيدخن ما هو لازم ينهج. يعني في نهجان طبيعي، نهجان الواحد اللي ما عندوش لياقه بدنيه، اللي مش بيلعب رياضه. لكن لما بلعب رياضه وبروح مش عارف النادي واصحى اصلي الفجر واجري كل يوم نص ساعه، بلاقي نفسي خلاص اعرف اطلع السلم وما انهجش ولا اي حاجه. فما تكلمنيش على واحد بينهج وهو بيدخن ووزنه تخين واخر مره مشي كان من 100 سنه وعمره ما لعب رياضه. طب ما هو لازم يعني اللي بينهج يشوف ستايل حياته، اللايف ستايل بتاعته ايه ويبدا بل ان حتى اللي عنده مشكله ضغط ولا ضربات قلب سريعه ولا سكر ولا ضيق في الشرايين ولا حاجه في عضله القلب ولا بتاع، حتى وانا بعالجه دوائيا بقول له برضه اتمشى واعمل فتنس والعب رياضه، لان ده هيخليك احسن. زمان كان مريض القلب نقول له اقعد اقعد اوعى تتحرك، ده غلط، ده انت كده تنتخ وتقعد لا، ده انت لما تمشي كتير ودمك يجري اكتر والدنيا تظبط اكتر ساعتها تلاقي نفسك بقى احسن والدنيا بقى ظبطت قوي. فلذلك مهم قوي موضوع الرياضه. كويس. بل اني ممكن اقول لك على شويه نصايح تظبط المريض اللي عنده نهجان لو عرف يحققها. يا ريت يا دكتور. يبقى كده استفدنا من الحلقه، طلعنا باي مصلحه. لا احنا عمالين نستفيد من اول الحلقه. الحمد لله. لدرجه ان لو جالي واحد ضغطه عالي، صاحبي مثلا عنده 30 سنه ولا حاجه، بيقول لي يا دكتور رامي انا كده ضغط عالي. قلت له طب يعني هفضل اخد دواء ضغط طول عمري؟ اصل بصي، لو حد اتشخص ان ضغطه عالي يبقى هياخد دواء ضغط طول عمره لحد ما يموت. طبعا. يا لهوي، طب دي تهمه صدمه. طيب على كده بقى لازم ما ينفعش تشخص الضغط بالطريقه العبيطه اللي احنا بنعملها، ان انت تروح تقيس الضغط في صيدليه يطلع عالي، لا غلط. ما نقررش بقى ساعتها انه عالي، لا، دي انت ممكن لازم تكون في حاله شروط عشان تقيس الضغط. ايه هي الشروط؟ اسمعيها بقى وركزي فيها. حاضر. قال لك رقم واحد، معايا انت يا مروه؟ جدا. قال لك رقم واحد مركزه. الضغط دي حاجه متغيره بالوقت. يعني انا دلوقتي قاعد ضغطي مثلا 120 على 80 مثلا، اللي هو النورمال. لو قعدت ازعق واتنرفز ومتضايق وبتاع هيفضل 120 على 80؟ هيعلى شويه 140. طب لو طلعت سلم جري هيعلى يبقى 150 لان القلب هيدق اكتر. طلعت كمان دورين سلم 160 170. اذا فالضغط شيء متغير، فما ينفعش اقيس ضغط الا في ظروف معينه. يعني ايه؟ يعني لما واحد بيدخل اقيس الضغط بعمل ايه؟ اول حاجه اول ما بيدخل بقول له اقعد. ايوه. ويفضل قاعد تلت ساعه على الساعه معديها. ده احنا لما بنروح نقيس ضغط في صيدليه ولا حاجه على الواقف. لا، وممكن لو قعدنا في ساعتها بقى ما احنا مستعجلين تيك اواي ضغط. ولازم يكون هادي، ولازم يكون مش متوتر، ولازم يكون مش بيفكر في حاجه، ولازم يكون الجو مش حر قوي عشان ده بيعلي الضغط، ومش ساقع قوي، يعني تكون درجه حراره الاوضه مظبوطه على 25 26 تبقى مكيفه. ازاي؟ ما اعرفش. ولازم يكون قاعد مش بيتكلم، وما يكونش شارب اي حاجه تسرع القلب، شاي او قهوه او نسكافيه او شامم ريحه سجاير، او يكون بيتكلم في موبايل او الماجنتيك ويفز او لازم تبعد الموبايل عنه او تقفله. ولازم يكون قاعد الترابيزه اللي هقيس عليها الجهاز في نفس مستوى الدراع في نفس مستوى القلب، يعني زي كده تقريبا، او ارفع الترابيزه شويه ويبقى قاعد واقيس الضغط مره وبعدها ب5 دقائق مره وبعدها
ب5 دقائق مره واخد المتوسط بتاع ال3 مرات، بعد ما يكون قعد له تلت ساعه ومش متضايق ومش هادي وبتاع، وقست بعد كل ده ولقيته عالي. عالي يعني كام يا دكتور؟ يعني اللي فوق زاد عن 140، يعني 140 150. طب واللي تحت يا دكتور؟ مش مهم اللي تحت. ازاي يا دكتور؟ ده بيقولوا ان الرقم اللي تحت هو المهم، ودي معلومه خاطئه. الرقم اللي فوق هو الاساس. يعني اللي تحت مش مهم؟ لا، اللي تحت مهم وكل حاجه، بس الرقم اللي فوق هو الاساس. بمعنى ايه يا دكتور؟ يعني لو واحد ضغطه 190 على 100 يبقى عالي ولا واطي؟ عالي جدا ومحتاج ياخد علاج. طب لو واحد تاني ضغطه 190 على 90 عالي برضه محتاج علاج. طب 190 على 80 عالي ومحتاج، 190 على 70 عالي، 190 على 60، 190 على 0. يبقى الكلام على اليمين، على اللي فوق. احنا لازم يبقى ده الاساس. يعني معنى كده لو واحد جالي وقلت له انت ضغطك 190 يقول لي على كام؟ على كام هتستفيد؟ مش مشكله بقى، يعني يا سيدي على مليون يا سيدي، ما كفايه، انت عايز ايه تاني؟ ولكن غالبا اللي تحت بيعلى مع اللي فوق. يعني لو 190 هيبقى اللي تحت 100 110 120، بس مش شرط. ساعات يبقى اللي فوق 190 واللي تحت 100 او 70 او 60، لان اللي تحت مش جاي من القلب اساسا. القلب بيدق فيدي ضغط 190 او 170 وبعدين بيرتاح فما بيديش ضغط. الرقم اللي تحت مش جاي من القلب، لان القلب بيكون ارتاح. الرقم اللي تحت جاي من الاورطه. الاورطه اللي هو اللي بيستقبل الدم فياخد ال 190 وبعدين لما القلب يريح يقوم هو مريح يقوم مدي ال 80 او الرقم اللي تحت. فالرقم اللي تحت مش جاي من القلب، جاي من الاورطه. فلو الاورطه او الشرايين بتاعه الجسم متصلبه شويه ناشفه فالرقم اللي تحت يبقى واطي، او لو كان في ارتجاع في الصمام الاورطي يبقى الرقم اللي تحت واطي. فعشان كده ما تفكرش في الرقم اللي تحت. الرقم اللي فوق 130 وانت نازل يبقى كويس، وكل ما تنزل احسن. يعني لو واحد لقى ضغط واطي فدي مصلحه، دي حاجه نعمه، ما ياخدلهاش حاجه عشان يعليها. ان شاء الله في حلقات تانية تكون معانا دكتور عشان نستفيد دايما من علم حضرتك الرائع. ربنا يبارك لك. ربنا يخليك. انا عامل نصايح كتير على النت، لو دخلت اكتبي نصائح القلب للدكتور رامي اسماعيل او دكتور رامي اسماعيل هتلاقي نصايح كتير قوي وحاجات مفيده، فيا رب ان شاء الله. طيب يا جماعه شوفوا على النت النصايح للدكتور رامي وان شاء الله تستفيدوا زي ما احنا كده استفدنا النهارده. دكتور رامي اسماعيل زميل ابحاث القلب جامعه جالاكسي بريطانيا، بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم. مشاهدينا في كل مكان، خلصت فقرتنا لكن ما خلصتش حلقتنا. احنا مستمرين معاكم، لكن الفقره اللي جايه هتكون مع دكتور ماجد بحر اخصائي الطب البديل، هتكون فقره معاده بناء على طلب الساده المشاهدين. خليكم معانا بعد الفاصل.